السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الدرس الأول، ظواهر كونية. طبعا حضرتك كده لما بيجي عليك الليل تبص في السماء بتلاقي نجوم منورة. طيب عمرك بقى تخيلت نفسك رائد فضاء وطرت كده وخرجت بره كوكب الأرض وخدت لك رحلة كده في الكون اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى؟ هتلاقي إن الكون ده ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه شوية حاجات كده بنسميها ظواهر كونية، وده عنوان درس النهاردة. طيب زي إيه الظواهر دي؟ زي المجرات والنجوم والكواكب والأقمار، ده بالإضافة بقى لحاجات تانية زي السدم والنيازك والشهب، واللي هنتعرف عليهم إن شاء الله في درس النهاردة، وهتعرف إزاي تفرق ما بينهم وإزاي تقدر تحل أي سؤال خاص بيهم. ويلا بينا نبدأ بأول حاجة عندي اللي هي المجرات. عندي يعني إيه مجرات؟ هي تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. معنى إيه الكلام ده؟ معناه كده إن المجرات دي عبارة عن شوية نجوم متجمعة مع بعضيها. طب هم قد بعض المجرات دي؟ لا، كل مجرة بتختلف عن التانية من حيث الحجم ومن حيث الأشكال والأنواع. تعالى بقى بينا نفهم معنى الكلام ده. عندي بالنسبة لأول مجرة نلاقي هنا إن النجوم كده متجمعة بعضها واخدة شكل معين من الأشكال الهندسية اللي هو الشكل البيضاوي. وهنا عندي نوع المجرة بيتحدد على حسب شكلها. هنا واخدة الشكل البيضاوي، إذا نوع هذه المجرة مجرة بيضاوية. عندي اللي بعد كده برضو واخد شكل من الأشكال الهندسية بنسميه الشكل الحلزوني، يبقى نوع هذه المجرة الله ينور مجرة حلزونية. عندي النوع الثالث بقى هنا مش واضح لي، لا دي بيضاوية ولا حلزونية ولا حتى مثلث ولا مربع، مش واضح لي أي شكل، فدي كده بنقول على نوعها إنها مجرة غير منتظمة. يبقى نرجع للتعريف كده تاني. يعني ايه مجرات؟ هي تجمعات كبيرة من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع، بتحتوي المجرة الواحدة على الملايين من النجوم التي يفصل بينها مسافات كبيرة جدا. مهمة المعلومة دي تبقى عارفها عشان صح وغلط. من أنواع المجرات زي ما لسه قايلين كده مجرات بيضاوية حلزونية وغير منتظمة. طب مجراتنا أنهي نوع فيهم؟ مجراتنا من النوع الحلزوني، اللي هو أنهي شكل في الأشكال التلاتة اللي قدامنا دولت؟ الله ينور، اللي هو رقم 2. تعرف مجراتنا باسمين بقى، سكة التبانة أو الضرب اللبني. في مجموعة كده لما جم شافوا مجراتنا زي ما واضح عندك كده في الشكل، قالوا إن هي بتشبه التبن اللي بيبقى مرمي على الطريق أو المتساقط على الطريق. التبن حضرتك عارفه طبعا، اللي هو القش بتاع القمح ده، واللي برضك بيبقى غذاء للخيول. فبنقول كده تسمى مجراتنا بسكة التبانة لأنها تشبه الإيه؟ تشبه التبن المتساقط على الطريق. في مجموعة تانية شافوا إن هي فيها شبه من اللبن كده لما بيجي يتدلق أو بنسميه يتسكب، فسموها الضرب اللبني. يبقى سموها بالضرب اللبني لأنها تشبه اللبن المسكوب. وركز بقى في حاجة عشان سؤال صح وغلط، ولازم حضرتك ما تستعجلش في الإجابة. هنا بيجي لي سؤال بيلخبط الكتير، يقول لي كده صح وغلط. مجراتنا من النوع الحلزوني لحد كده تمام. تعرف بسكة التبانة، تمام برضو. تعرف بسكة التبانة لأنها تشبه اللبن المسكوب، هنقول له هنا بقى الكلام ده كده غلط. مجراتنا من النوع الحلزوني ومن ضمن أسمائها سكة التبانة، لكن بنقول سكة التبانة لأنها تشبه التبن المتساقط على الطريق، والضرب اللبني لأنها تشبه اللبن المسكوب. يبقى تبانة عشان التبن واللبني عشان اللبن. عندي اللي بعد كده النجوم. يعني ايه نجوم؟ هي أجسام كبيرة الحجم مضيئة متوهجة تشع ضوء وحرارة. زي ما حضرتك كده بتشوف النجوم في السماء بتبقى مضيئة. طب ازاي كبيرة الحجم؟ طبعا انت ما بتشوفهاش بحجمها الحقيقي، هي بتبقى بعيدة عنك بمسافات كبيرة جدا. والتعريف هنا كده شارح نفسه. مضيئة متوهجة، يعني ايه مضيئة متوهجة؟ طبعا مضيئة يعني تشع ضوء، متوهجة عشان الحرارة. يبقى كده النجوم أجسام كبيرة الحجم مضيئة متوهجة تشع ضوء وحرارة. طبعا بقى عندنا من أمثلة النجوم دي نجم عارفينه كلنا اللي هو الشمس. الشمس التي تمد الأرض بالضوء والحرارة، بتمد الأرض اللي احنا عايشين عليها دي. بالنسبة بقى للنجوم، بتتكون النجوم من مواد غازية. هي عبارة عن شوية غازات كده مشتعلة، فبنقول كده إن النجوم بتتكون من مواد غازية عشان ما يجيش يقول لي صلبة بقى أو سائلة، الكلام ده كله غلط. عندي اللي بعد كده مهم جدا السؤال ده، بما تفسر اختلاف النجوم في ألوانها. النجوم بتبقى مختلفة في ألوانها. السبب في كده بسبب اختلاف درجة حرارتها. طب معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان كل نجم بياخد لون على حسب درجة حرارته. فاكتر النجوم حرارة بيكون لونه ازرق،
وأقل النجوم حرارة بيكون لونه أحمر. عند أكثر النجوم حرارة بيكون لونه أزرق، أقل النجوم حرارة بيكون لونه أحمر. عند اللي بعد كده الكواكب. يعني ايه كواكب؟ هي أجسام أصغر حجما من النجوم، معتمة لا تشع ضوء أو حرارة، بل تستمد الضوء والحرارة من النجوم. عندي بالنسبة للكواكب مثلا زي كوكب الأرض، حجمها بيبقى صغير بالنسبة للنجوم، عشان كده برضك ليها تعريف تاني نقول إن هي أجسام صغيرة نسبيا، وكلمة نسبية يعني بالنسبة للنجوم. طبعا الكواكب مش صغيرة، انت عندك كوكب الأرض فيه جبال وبحار وحاجات قد كده، بس بيبقى حجمها صغير بالنسبة للنجوم. فتاني التعريف كده بنقول ان الكواكب هي اجسام اصغر حجما من النجوم، معتمة يعني لا تشع ضوء، كمان مفيش حرارة. امال الضوء والحرارة طبعا بنستمده من النجوم، زي كوكب الارض اللي بيستمد الضوء والحرارة من الشمس. عندي بقى اكمل اللي جاي دي تاخد بالك حضرتك منها. تدور الكواكب حول النجوم، عشان ما يجيش في صح وغلط يقول لك تدور النجوم حول الكواكب فتقول له صح، لا، تدور الكواكب حول النجوم. بتدور في حاجه اسمها مدارات او افلاك، وده المسار او الطريق اللي بيمشي فيه الكوكب كده اثناء دورانه، زي ما هنعرف في درس مجموعتنا الشمسيه. فبنقول كده تدور الكواكب حول النجوم في مدارات. المدارات دي زي ما باين عندك في الصوره كده بيضاويه الشكل. المدار ليه تعريف. يعني ايه مدار؟ المدار هو المسار الذي تدور فيه الكواكب حول الشمس، هو الطريق اللي بتمشي فيه الكواكب حول الشمس او اثناء دورانها حول الشمس. التعريف كده ممكن نحفظه، المدار هو المسار، احفظها كده، المدار هو المسار الذي تدور فيه الكواكب حول الشمس. عندي بالنسبة اللي بعد كده الأقمار. الأقمار هي أجسام أصغر حجما من الكواكب، معتمة لا تشع ضوء أو حرارة، وترتبط بالكواكب بفعل الجاذبية. يبقى زي ما قلنا الكواكب أصغر حجما من النجوم، هنا بنقول الأقمار أصغر حجما من الكواكب. نفس الكلام، معتمة يعني لا تشع ضوء، وكمان ما فيش حرارة. طيب ايه سبب اقتراب الأقمار من الكواكب؟ زي القمر اللي بيقترب أو بيدور حول كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه، سبب وجود قمر تابع للأرض، أو يجي يقول لك كده بما تفسر ترتبط الأقمار بالكواكب، هنقول بفعل الإيه؟ الجاذبية. احنا بنقول بقى ان الاقمار معتمه. ازاي معتمه لا تشع ضوء واحنا بنشوف القمر مضيء؟ فده سؤال بما تفسر. يبدو لنا القمر مضيئا على الرغم من انه جسم معتم. بنقول كده لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. وللتوضيح اكتر بص حضرتك كده، عندي ضوء الشمس بيسقط على القمر، والقمر بيعكسه على سطح الارض. القمر عامل زي المرايه كده، بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه الى سطح الارض. فتاني السؤال كده، يبدو لنا القمر مضيء على الرغم من انه جسم معتم لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. نستنتج بقى من اللي فات ان الكون ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيتكون من مجرات، قلنا المجرات بتتكون من نجوم، النجوم بيدور حولها كواكب، والكواكب بيدور حولها اقمار. غير النجوم والكواكب والاقمار عندي في اجسام تانية زي السدم والنيازك والشهب. بالنسبة للسدم، السدم هي مجموعة هائلة من أجسام غازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار زي ما واضح عندك في الصورة. طيب إيه سبب نشأة السدم دي؟ بسبب انفجار النجوم. يلا بينا بقى نفهم التعريف وسؤال بما تفسر. عندي ده بقى فيديو صغير كده لنجم هينفجر دلوقتي، وهنشوف ايه اللي هينتج عن انفجاره. بص حضرتك كده، النجم لما بينفجر ايه اللي بيحصل؟ طبعا مع الانفجار بيحصل غبار، وبيتكون في شكل سحب زي ما حضرتك شايف كده بالالوان والاشكال المختلفه، ودي بنسميها السدم. يبقى نرجع للتعريف كده تاني. يعني ايه سدم؟ بنقول هي مجموعه هائله من اجسام غازيه. اذا اشمعنى غازيه؟ ليه ما قلناش صلبه ولا سائله؟ احنا لسه قايلين ان السدم بتنشأ نتيجة انفجار النجوم، والنجوم بتتكون زي ما قلنا في اللي فات من اجسام غازية. يبقى السدم هي مجموعة هائلة من اجسام غازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. طب ايه سبب نشأة السدم؟ انفجار النجوم. عند اللي بعد كده النيازك. يعني ايه نيازك؟ هي اجسام صلبة مختلفة الحجم تحترق جزئيا عند احتكاكها بالغلاف الجوي للارض. خلي بالك النيازك اجسام صلبة مختلفة في احجامها، في كبير وصغير وهكذا. طيب ايه اللي بيخلي النيازك دي تحترق؟ تعالى بقى نشوف في اللي جاي. عندي دي كده شكل النيازك وهي موجودة في الفضاء. لما بتيجي النيازك تقترب من كوكب الارض، مجرد ما بتحتك بالغلاف الجوي بتبدأ حرارتها بترتفع زي ما حضرتك شايف، وبتتعرض للاحتراق. فبتفضل أثناء سيرها باتجاه الأرض تحترق بالشكل اللي حضرتك شايفه،
الجزء اللي بيتحرق بيبدأ ان هو يطير، والجزء اللي بيتبقى بيسقط على سطح الارض مكون حفرة زي ما حضرتك شايف في الصورة. يبقى تاني كده، يعني ايه نيازك؟ هي اجسام صلبة مختلفة الحجم تحترق جزئيا عند احتكاكها بالغلاف الجوي للارض. إيه اللي بيخلي النيزك يحترق؟ ترتفع درجة حرارة النيزك عند احتكاكه بالغلاف الجوي فيحترق جزئيا، وما يتبقى منه دون احتراق يسقط على سطح الأرض. فلذلك يعتبر النيزك هو النوع الوحيد من الأجسام الفضائية التي تصل إلى سطح الأرض. ودي شوية أسئلة كده، يجي يقول لي بما تفسر يعد النيزك هو الجسم الوحيد الذي يسقط على سطح الأرض من الفضاء. هنقول لأنه يحترق جزئيا عند احتكاكه بالغلاف الجوي، وما يتبقى منه يسقط على سطح الأرض. طبعا جزء بيتحرق والباقي بيسقط على سطح الأرض. طيب ماذا يحدث إذا سقط نيزك على سطح الأرض؟ يحدث حفرة عميقة أو دمار كبير إذا سقط على منطقة سكنية. يعني لو سقط في الصحراء زي ما حضرتك شايف كده يحدث حفرة عميقة. لو لا قدر الله وقع أو سقط في منطقة سكنية، طبعا أنت متخيل الدمار اللي ممكن يحصل. عندي بالنسبة اللي بعد كده الشهب. يعني إيه شهب؟ هي أجسام صلبة صغيرة الحجم تحترق كليا عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض. نفس الكلام الشهب زي النيازك، بس هنا الشهب بتبقى صغيرة الحجم ولما تحتك بالغلاف الجوي بتحترق كليا. يبقى اما اجي اقول لحضرتك كده بما تفسر لا تصل الشهب الى سطح الارض، هتقول لي لانها عند احتكاكها بالغلاف الجوي تحترق كليا، بتتحرق كلها ما بيتبقاش منها حاجة عشان تسقط على سطح الارض. وزي ما حضرتك شايف كده في الصورة بتكون سهام ضوئية. للتوضيح اكتر، عند ادي الشهب نازلة بسرعة وهنبطئها شوية اهي، دي كده بنسميها شهب بنراها في السماء على هيئة سهام ضوئية. وركز في حاجة، لو قالك نراها في السماء على شكل سحابة من الغبار، سحابة من الغبار اللي ناتجة عن الانفجار اللي هي الصدم، طب نراها في السماء على هيئة سهام ضوئية يبقى دي الشهب. طيب رغم كل المعلومات اللي متقدمة لحضرتك في الدرس ده، يعتقد العلماء أنهم لا يعرفون إلا نسبة قليلة فقط من أسرار الكون، أما الباقي فهو ينتظر من يستكشفه. سؤال درس النهاردة: دلل نشأة السدم. خلي بالك بقى، احنا قلنا السؤال في الدرس بما تفسر، أنا عايز إجابة السؤال ده دلل بقى، دلل نشأة السدم. اكتب الإجابة بتاعتك في كومنت، وإن شاء الله اللي هيكتب الإجابة صح هيبقى في لي بوست خاص كده في منتدى خاص بالقناة، وكمان هيتم ذكر اسمه في الفيديوهات اللي جاية. وبكده يا شباب نكون خلصنا درس النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا. يا ريت يا شباب تشتركوا في القناة ولايك وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.